طعم احسن كمان. كل ما يكون البصل كتير كل ما يكون الممبار طعمه احسن. بخلاف بقى الرز، اللي في ناس انت كده ممكن تعمل رز بطماطم عادي وتسويه. بس في ناس بتقول لك ان كيلو الممبار بياخد كيلو رز. ما كيلو رز مع الاضافات الثانيه، ما انت لازم تحط عليه كيلو بصل. كيلو بصل. كيلو بصل. لكن الاحسن طبعا تكون بيبقى النص بالنص، نص رز ونص بصل. بتفرق. يعني كيلو الا ربع قصدك، يعني رز كيلو. لا عموما بتاع المصري بيحط 5 كيلو رز بيحط عليهم 10 بصل. ده اللي قد ايه ممبار لكام كيلو دول اللي انت مثلا بيكونوا مثلا 7 كيلو ممبار او 8 كيلو ممبار على حسب. لكن انت طبعا بتاع البيت مش هيعمل 7 ولا 8. انا قصدي بقى اللي هو هيعمل كيلو ممبار مثلا في البيت. بيعمل كيلو ممبار مثلا، بيحط له مثلا كيلو ونص بصل، كيلو ونص رز وكيلو بصل. او كيلو بصل وكيلو رز، بتفرق بقى على حسب مثلا حجم الممبار، بيفرق معاك في الحشو في السحب. بتفرق الحاجات دي معاك. وموضوع الفشه بقى دوت، تستوي سليمه ولا نقطعها قبل السليقه؟ يعني قصدي قبل السليقه نقطع. بالنسبه للفشه تستوي سليمه احسن. يعني الزبون يشتريها سليمه ولا يقطعها؟ احسن. يعني هو يشتريها سليمه بتفرق معاه في التقطيع، مثلا بتطلع معاه شرايح زي شرايح الكبده. حتى هو لما بيجي يفردها في الطبق بتبان، لكن عموما الفشه ما بتتكلش مكعبات. هي حلاوتها شرايح يعني. حلاوتها شرايح زي الكبده. وهي بتبقى سهله بعد السليقه في التقطيع انها تبقى ايه؟ سهله طبعا. بتبقى زي شرايح الكبده. شرايح زي الكبده. طب والكوارع يا محمد، عشان في ناس مثلا تقول لك الكوارع بتاخد سوا قوي، ما فيش حاجه تخليها ما تاخدش سوا شويه، والناس تقول لك كربونات بص حضرتك، هو ما فيش حاجه اسمها كوارع بتاخد سوا. اي حاجه في الدنيا بتاخد سوا، كل ما يكون بتاخد سوا كل ما يكون طعمها احسن، بتفرق معاك. الحاجه اللي بتاخد سوا، يعني انت مثلا ممكن تروح في ناس تقول لك ايه، انا اجيب الفراخ هتلاقيها احسن، تديني شوربه احسن، طعمها احسن. ما دي زي يعني انت قصدك ان هي تاخد السواء الطبيعي. السواء الطبيعي تديك طعم احسن. طب وحكايه الحله الضغط دي؟ لا الحله الضغط دي زيها زي لا مؤاخذه زي كاتل الشاي. في ناس بتعمل شاي في الكنكه وفي ناس بتعمل شاي في الكنكه. بس الاطعم ايه؟ اللي هو شاي الكنكه. معروف. انما الشاي مثلا في الكاتل معروف ده له طعم وده له طعم. بس انت يعني نصيحتك؟ لا نصيحتي تسيبها راحتها في الحله العاديه. يعني انت نصيحتك ان هو مثلا لازم ياخد سواء طبعا. تسيب راحتها في الحله العاديه. الحله الضغط دي معروفه زي كاتل الشاي. بس لا مؤاخذه غلت الكهرباء. امال ايه اللي بيقول لك كربونات ومش عارف الحوارات اللي كله كلام تاليف، مفيش حاجه اسمها. هي مفيش حاجه بتخليها ما تاخدش السوا. مفيش الكلام ده. هو الطبيعه بتاعها. وعن خبره مش يوم ولا 2 سنين والعمر. طب والطحال يا محمد؟ الطحال عموما بيتسلق الاول وبعد كده بيتقشر وبيتقطع شرايح. وبعد كده بقى انت بتحمره، مثلا عايز تضيف معاه الفشه يكون احسن طبعا، لان الاكل كل ما يكون مع بعضه بيدي بعض. طب في ناس بتقول لك انا مثلا لو خدت الطحال مجروح الطحال بيبوظ، يعني مثلا لو الطحال فيه قطع صغير ولا حاجه كده. الطحال كده حتى لو انا بسويه لازم اديله فتحه عشان يطلع الدم اللي فيه. الطحال لو ما طلعش الدم اللي فيه بيبقى زفر. يعني انت رايك حتى لو مجروح ما فيش مشكله؟ مجروح ما فيش مشكله، يكون بس يكون افضل من ان هو يبقى سليم. افضل من ان هو سليم. يعني لان هو الطحال لو ما طلعش الدم اللي فيه بيبقى زفر. وهو مثلا بيتسلق وبعد كده يتقشر. طبعا يتسلق الاول بعد كده بيتقشر، بيكون اسهل معاك في التقطيع وبيديك شرايح حتى بتبقى سهله في التحمير، بيكون طعمه احسن. طب والراس الضاني؟ الراس الضاني عموما لما بتتسلق الاول بتبقى افضل، بتعرف تطلعها تسلقها سليمه. بس طب والمخ؟ لازم تطلع مخها. ايوه، عشان لو انت هتسويها انت مثلا في المصمت بتعملها بالمخ. لا انا بسويها عشان انا عارف اطلع المخ. تعرف تطلع المخ ازاي، لكن انت مثلا لو زبون ولا حاجه تخلي المخ وتدي له الراس سليمه عادي. وخليها سليمه. خليها سليمه يكون افضل ليه كمان، حتى ما تفريش منه العظم، ما بتفريش في اللحم. طب والعكاوه محمد؟ العكاوه بتتعمل طاجن طبعا. بس طاجن مالهاش الا طاجن. طلي ولا طاجن؟ طاجن بصل بس. العكاوه بس بتتعمل طاجن بصل يكون افضل. افضل مليون مره من الطاجن الكلام ده. طب وايه افضل شوربه محمد بقى ايه؟ افضل شوربه طبعا الكوارع بتيجي في المقام الاول لفايدتها، وبعد كده شوربه لحمه الراس واللحمه الضاني. لحمه راس الكندوز ولا لحمه راس الضاني؟ واللحمه العاديه. واللحمه العاديه طبعا، بس باستثناء طبعا يعني انت بتيجي معاك درجات. شوربه الكوارع بتيجي افيد واطعم، بعد كده شوربه الضاني لحمه الراس واللحمه الضاني احسن من اللحمه العاديه واللحمه الكندوز. طب ايه رايك بقى في حاجه كده اللي هي كوارع الخرفان دي؟ طبعا دي مالهاش حل، عامله زي الزبده. صح؟ طبعا. والله انا بقول كده برضو الكوارع الخرفان دي زي العسل. تفرق طبعا معاك كمان، وغذائها شديد. فايدتها اشد من الكوارع الكندوز. وجميله والله. جميله طبعا، بس عشان في ناس كتير مش متعوده عليها بس. وفي ناس ممكن تقول لك لا انا بعرف منها والكلام ده كله. لا بس اللي متعود على الضاني بيبقى سهل بالنسبه له. في ناس مش متعوده على الضاني. والحلويات بقى دي يا محمد؟ الحلويات دي بتبقى مكان معين في العجل، مش اي حاجه تبقى حلويات. ايوه صح. ولا تبقى حلويات ولا فيش تبقى حلويات. الحلويات دي بتبقى مكان معين في العجل، مالهاش دعوه بالفيش ولا لحمه الراس خالص. اللي هي النفوس.
النفوذ دي حاجه. اما بقى لو عايز تاكل حلويات وتقول حلويات بجد، هي الحلويات البتلو، الفشه البتلو والدوران البتلو والطحال البتلو، دي بيتقال عليها حلويات تدي نفس طعم الحلويات التلبيه. هي دي الحلويات. دي الحلويات. الحلويات بتاع بطن العجل غير الحلويات الاساسيه اللي انت اللي هي بتبقى في الرقبيه بتاعت العجل دي. بتبقى في رقبيه العجل من نهايه المدخل. بس كده. هي ما فيهاش حاجه ثانيه، هي دي الحلويات. ما الناس اللي بتقول لك، الناس اللي يقول لك انا باكل في المصمت حلويات. هي الحلويات دي بتبقى حلويات بس، بتبقى بتلو، بتبقى دوريه بتلو وفشه بتلو. دوريه بتلو وفشه بتلو. في المصمت هيجيب لك حلويات، عشان الحلويات بقى اللي هي بتطلع حلويات اللي هي طبعا الحلويات بتبقى الحتت اللازقه في الكبده بتمشي بسعر الكبده. بتاع المصمت عمره ما يديك حاجات بسعر الكبده. طب معلش بقى حاجه اخيره كده، المخ ما النبر العلم بالظبط عشان في ناس ما واخد بالك. المخ بص حضرتك، انت المخ طبيعي ان انت لو نزلته في الميه وجيت تطلعه يطير منك. فبتضطر الاول تجيب شاشه وتنزله في ميه تكون بتغلي. قماشه يعني حته قماشه كده نضيفه. كل ما تكون خفيفه كل ما يكون احسن. بحيث او لو مصفى عاديه مثلا، اللي هي مصفى زي المصفى بتاع اللبن مثلا، او المصفى بتاع الشوربه العاديه. تحط المخ فيها. تحط المخ فيها وتطلعه على طول يعني. سوا جامد، ياخد غلوه ويطلع بعد كده. كده ايه، انت بتقطعها شرايح بيسوي معاك في التحمير احسن. مش شرايح على مكعبات يا محمد؟ لا شرايح افضل معاه. المخ طالب. لان انت بتحط عليه طبعا بيض وبقسماط، وفي ناس بتعمله دي بس من غير بيض وبقسماط. شاكرين قوي يا محمد وان شاء الله هنعملها فيديو كده وانت ان شاء الله في المطعم بتاعك بامر الله من غير مقاطعه ان شاء الله، ربنا يرزقك. ويا رب الفيديو يعجبكم بقى، ما تنسوش تشتركوا في القناه يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.